مساء الخير. قلب قلب ولا العقل؟ العواطف ولا التفكير؟ يا ترى ايه الأحسن؟ إن يكون الإنسان خيالي ورومانسي ولا إنه يكون واقعي وعملي؟ في رأيي السؤال ده في حاجة غلط. زي ما تسأل حد ايه رأيك تستغنى عن البصر مقابل حاسة السمع، أو تستغنى عن السمع مقابل الكلام. طالما ربنا سبحانه وتعالى خلق التفكير والمشاعر، يبقى أكيد الاتنين لازم يشتغلوا مع بعض. مشكلتنا إننا ساعات بنخلط بين الأمور ونفهم الحاجات غلط. يعني مثلا بنفهم النفاق أو السعي وراء المنفعة أو حتى الانتهازية على إنها حاجات عقلية وعملية، زي ما ساعات بنفهم سوء التصرف وعدم التفكير أو حتى الغباء على إنها عواطف، مع إن الأفكار والمشاعر لازم تكون وصلت لمرحلة من النضج عشان تكون سليمة. الفكر المريض عمره ما يطلع مشاعر سليمة، والمشاعر المريضة عمرها ما تطلع أفكار سليمة. والقلب بيشوف حاجات عمر ما العقل ممكن يشوفها، والعقل ممكن يشوف حاجات اللي ما يشوفهاش القلب. والحل هو إن الأفكار والمشاعر تتعاون مع بعض، مش إن حد فيها يلغي وجود التاني. تصبحوا على خير.